السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جمهور الذهب. هنا شبكة الاتحاد 24، الصوت اللي ما ينام واللي دايم يوقف مع العميد في كل زمان ومكان. احنا هنا نقول لكم أخبار العميد أول بأول بعيون اتحادية وبقلب ينبض عشق لنمور آسيا. اليوم جايبين لكم أقوى الأخبار وأهم المستجدات عن اتحادنا الغالي، من تجهيزات الكلاسيكو وعودة العصاطير لآخر كواليس غرفة الملابس. تابعونا وخلكم معانا، لأن الاتحاد مو مجرد نادي، الاتحاد كيان واللي قدامه ماله أمان. الاتحاد يستعيد أسطورته قبل الكلاسيكو. الاتحاد السعودي يتلقى دفعة معنوية ضخمة قبل المواجهة المصيرية ضد النصر في الجولة الرابعة من دوري روشن، مع اقتراب عودة النجم العالمي كريم بنزيما. بعد غياب 3 مباريات كاملة بسبب إصابة عضلية، بنزيما جاهز يدخل أجواء المباريات عبر مواجهة الوحدة في كأس الملك لبضع دقائق، تمهيداً لظهوره الكبير في كلاسيكو الجمعة. وجوده مو مجرد تعزيز هجومي، وجوده رسالة واضحة: الاتحاد حاضر بكامل ثقله، والعميد لما يكتمل صفه يصير مرعب لأي خصم. جمهور العميد ينتظر اللحظة هذه بفارغ الصبر، وكلهم واثقين إن بنزيما هو السلاح اللي بيعيد الكفة لمكانها الطبيعي، قمة الترتيب باللون الأصفر والأسود. بلان يجلد المشككين ويرفض التفكير في النصر. لوران بلان مدرب الاتحاد رد على الصحفيين بعد الفوز على النجمة برد ناري صدمهم: هل أنت تفهم تكتيكياً؟ رسالة قوية تثبت أن الرجل واثق من شغله ومو معطي مجال لأحد يشكك في عمله. بلان وضح أن حرارة الجو أثرت على الأداء، لكن الفريق قاتل حتى خطف النقاط الثلاث وحافظ على الصدارة. ولما سألوه عن مباراة النصر قال بكل هدوء: ما أفكر في النصر، تركيزي على الوحدة أول. هذه عقلية البطل، كل مباراة بنهائي والتركيز موزون. والرسالة للنصر واضحة: العميد ما ينشغل بأحد، لكن وقت المواجهة يعرف كيف يقلب الطاولة. الاتحاد ب3 مباريات، 9 نقاط، مدرب واثق ولاعبين يقاتلون حتى آخر نفس. واللي مو عاجبه يشوف الترتيب ويتعلم معنى كلمة. الاتحاد يترقب مصير الشنقيطي بعد الإصابة. أخبار الاتحاد ما توقف، واهتمامنا كله الآن على إصابة نجمنا الظهير مهند الشنقيطي اللي طلع متأثر من مباراة النجمة الأخيرة. الشنقيطي بيجري فحوصات طبية تحدد حجم الإصابة وبرنامجه العلاجي، بعد ما اضطر المدرب لوران بلان يطلعه من الملعب بدري ويشرك الصربي سيميتش بداله. إصابة الشنقيطي تعتبر ضربة موجعة للاتحاد، لأنه من العناصر اللي اعتمد عليها بشكل أساسي هذا الموسم في دوري روشن، أبطال آسيا وحتى السوبر، وساهم بهدف وصناعة. الاتحاد بيستأنف تدريباته استعدادا لموقعة الوحدة في كأس الملك، مباراة لازم العميد يدخلها بكامل القوة عشان يعبر للدور 16 ويثبت إنه حاضر في كل بطولة. الجدير بالذكر إن الحكم أحمد الرميخاني هو اللي راح يقود اللقاء، ومثل هذه المباريات دائما يكون فيها حساسية عالية وحماس مضاعف، لأن الاتحاد ما يعرف إلا لغة الانتصار وخطف التآخل. العميد في المركز الثاني متساوي مع النصر بالنقاط، والكل يعرف إن اللي جاي أهم وأصعب ولازم يكون التركيز مضاعف. بلان يجهز كريم بنزيما قبل كلاسيكو. الخبر اللي تنتظره جماهير الاتحاد بفارغ الصبر: كريم بنزيما جاهز يرجع للملاعب. بعد برنامج علاجي وتأهيلي طويل، بنزيما بات مستعد للمشاركة بشكل جزئي أمام الوحدة في كأس الملك. الهدف مو بس يفوز الاتحاد، الهدف الأكبر إن بلان يجهز القائد الفرنسي للكلاسيكو الكبير ضد النصر الجمعة الجاية. وجود كريم يعني إن الاتحاد يرجع مرعب هجومياً ويصير عنده السلاح الفتاك اللي يقدر يحسم أي مباراة. بلان ما يبي غامر، ناوي يدخل بنزيما دقائق قدام الوحدة عشان يستعيد حساسية اللعب، مع احتمالية إشراكه شوط كامل ضد النصر. بجانب ذلك المدرب ناوي يعطي الفرصة للوافدين دومبيا وروجر، في وقت عنده معضلة كبيرة بسبب عودة الحارس رايكوفيتش وبنزيما والغياب المحتمل لماريو ميتاي في الظهير. خيارات كثيرة، بس الاتحاد متعود على التعامل مع الظروف، واللي عنده عقلية بطل يعرف يتصرف. الاتحاد واصل العلامة الكاملة ب9 نقاط من 3 جولات، وباقي الكلاسيكو المنتظر اللي يحدد من يفرض نفسه على القمة. ومثل ما تعودنا، العميد يضرب في الأوقات القاتلة، صار أكثر فريق يسجل أهداف بعد الدقيقة 90. الرسالة واضحة: لا تطمن أبداً إذا تلعب ضد الاتحاد، لأن نهاية المباراة بداية الحكاية. سعود عبد الحميد لاعب بلانس الفرنسي الحالي فتح قلبه
واسترجع أجمل لحظات مشواره الكروي واللي ما قدر يخفي فيها عشق العميد. صحيح أنه اليوم يلعب في أوروبا ويلفت الأنظار مع لانس، لكن لما رجع يتحدث عن أهم محطة في حياته اختار لحظة وصوله للفريق الأول مع الاتحاد ووصفها بأنها الأجمل في مسيرته كلها. هذا الكلام لحاله يكفي عشان يوضح مكانة العميد في قلوب اللي مروا من بابه. سعود ما نسى كذلك هدفه الشهير مع روما ضد سبورتينغ براغا في الدوري الأوروبي، واللي كان واحد من أبرز أهدافه في الملاعب الأوروبية. لكنه رغم هذا كله أكد أن كل نجاحاته برا ما توازي شعور دخوله غرفة ملابس الفريق الأول للاتحاد وارتداء شعار العميد. الاتحاد بالنسبة له مو مجرد محطة، بل هو البيت الأول اللي طلع نجم جديد للساحة الكروية. واللي يثير الإعجاب هنا إن سعود رغم رحيله عن جدة وتجربته الاحترافية في أوروبا ما زال قلبه معلق بذكرياته مع العميد. اللاعب أرسل رسالة غير مباشرة لجماهير الاتحاد إن العميد مدرسة تصنع النجوم وتخلد أسمائهم مهما ابتعدوا، وهذه شهادة حية على أن أي لاعب ينطلق من الاتحاد يبقى محمل بهيبة الشعار وقوة التاريخ وين ما راح. اليوم سعود عبد الحميد يعيش تجربة جديدة مع لانس، لكن أجمل ما في حديثه إنه قدم دليل حي على أن العميد ما يمر مرور الكرام على اللاعبين، بل يبقى البصمة الأجمل في قلوبهم مهما طال الزمن. وهذا بالضبط اللي يميز الاتحاد عن غيره، هوية راسخة وتاريخ يترك أثر دائم. الاتحاد يتحرك لتأمين بقاء كانتي في جدة. في خطوة كبيرة وذكية، إدارة الاتحاد قررت تتحرك بكل قوة عشان تحسم واحد من أهم الملفات: تجديد عقد الدبابة الفرنسية نوغولو كانتي، النجم اللي تحول لقطعة ذهبية في تشكيلة لوران بلان وصار صمام الأمان في وسط الملعب. ما عاد مجرد لاعب أجنبي، صار روح وركيزة أساسية في مشروع النمور. المصادر أكدت أن الاتحاد يجهز عرض جديد ضخم براتب يليق بنجم عالمي بحجم كانتي، عشان يقطع الطريق على أي نادي يفكر ضمه. الكل يتذكر بداية الموسم لما طرح اسم كانتي في صفقة تبادلية مع النصر، لكن بلان بنفسه تصدى للفكرة وأكد أن الفريق مستحيل يفرط في جوهرة الوسط. واليوم الإدارة تثبت إنها تسير في نفس الاتجاه وتحافظ على عناصرها الذهبية. كانتي ما هو لاعب عادي، هو اللي صنع الفارق في مباراة النجمة الأخيرة وسجل هدف الفوز القاتل اللي ثبت الاتحاد في صدارة الدوري. وجوده يعطي قوة بدنية وفنية وروح قتالية ما تتكرر، وبقاءه مش بس مطلب فني بل مطلب جماهيري، لأن جمهور العميد يعرف إن كانتي يمثل قلب الفريد النابض في وسط الملعب. رسالة الاتحاد من هذا التحرك واضحة: نحافظ على نجومنا ونبني مستقبلنا بأقدامهم. تجديد عقد كانتي مش بس صفقة، بل إعلان رسمي إن العميد جاد في الدفاع عن لقبه، وإن أي نجم عالمي يلبس شعار الاتحاد ما يلقى إلا التقدير والعروض الكبيرة والمكان اللي يستحقها. واللي صار مع كانتي هو أكبر برهان إن الاتحاد اليوم مشروع عالمي يبنى خطوة بخطوة. وبكذا يا جمهور الذهب نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا لليوم. العميد بخير ولاعبين حاضرون وإدارته شغالة ومدربه واثق وجمهوره هو السند والدعم. شبكة الاتحاد 24 دايم معاكم، ننقل الحقيقة ونكشف التفاصيل من قلب الحدث، وكلنا ثقة أن القادم أجمل وأقوى بإذن الله. خلوكم واثقين، العميد ما يعرف المستحيل، والنصر أو غيره قدام الاتحاد مجرد محطة تكسر وتاريخ يكتب باللون الأصفر والأسود.